شوف أنا نقول لك أنه بداية اختراق الحراك بدأت في الجمعة التاسعة. وهذا الاختراق مدبر بشكل كبير جدا، وبينت أنه فيه توجهات كثيرة لدى الرأي العام الجزائري. لسنا كلنا على قلب رجل واحد، يعني ماناش كلنا 43 مليون عندنا نبض واحد. تعتبر أن الحراك الشعبي قد انحرف عن مساره؟ لا، لم ينحرف، لا. الحمد والشكر والنعمة لله. أنا مراقب جيد وأسجل كل الشعارات وأدون مدونة هي الآن أكثر من 600 صفحة. سجلت الصغيرة والكبيرة، إما عن طريق مقالات أو عن طريق صور، محليا وعالميا بجميع اللغات التي أحسن القراءة بها على الأقل. طبعا الافتراق أو بداية الاختراق بدأ مع سجن ربراب. هذه باش تكون في الصورة، أنا مؤرخ، وسجن ربراب قد أحدث هزة كبيرة جدا في منطقة بعينها، بالرغم من أنه ربراب عنده أنصار حتى في العاصمة وفي فرنسا. لذلك أعتقد أنه محاولة نصرة شخص على حساب قضايا وطن وبحجم قارة في القارة الإفريقية، هذا يعتبر فساد في التصور، لأننا فعلا رانا خاوة، ولكن قضيتنا الأولى والأخيرة هو القضاء على ما بقي من العصابة. سجن ربراب كان هو المنعرج، كان بداية المنعرج. معنى ذلك أنه كان امتحان كبير جدا لكثير من العنصريين ولكثير من الجهويين الذين تعصبوا لربراب ولم يتعصبوا للجزائر. نقطة نظام المؤسسة العسكرية صنعت الجدل في الجزائر وخارج الجزائر، خاصة بالنقطة المتعلقة بحمل أو رفع راية غير الراية الوطنية. ولا شوف، أنا حبيت نفهمك في حاجة. أنا كتبت على الراية منذ التأسيس ومنذ النشأة. أنا عندنا راية واحدة باش ما نكذبوش على ربي عز وجل. أنا واحد من الذين تتبعوا كل ما كتب حول تأسيس الراية الجزائرية. وأول راية تمثل رموز أو الألوان الموجودة الآن في الراية الوطنية المتفق عليها في 63 بعد المجلس التأسيسي، بدأت تسمعها جيدا. وأنا ماذا بيا 43 مليون يسمعوا هذا الكلام، لأنه فيه تزوير كبير جدا. الراية الوطنية كانت من تأسيس أخت الأستاذ المناضل محمد قنانش، اسمعها جيدا، محمد قنانش. لأنه كثير من الكذابين من التروتسكيين الذين يناصرون مصالح الحج كذبا يقولوا باللي مرت السيدة زوجة مصالح الحج هي التي من أخاطت أول درابو جزائري في 34. هذا خطأ، كذبة كبرى، كذبة كبيرة جدا. وكم في الجزائر من أكاذيب، وكم في الجزائر من خرافات وأساطير يتكلم عنها من نحسبهم مؤرخون من أصحاب الكعب العالي. تذكر جيدا أن أول من أسس الراية الأبيض والأخضر هي أخت قنانش الذي دفناه ذات يوم في غربته بمدريد. واحد، وهو من الشخصيات المناضلة الكبيرة مثل مسان، ومايش فرنسا اللي دارت لنا درابو بالمناسبة باش تكون في الصورة. اثنين، هذا الدرابو رفع في 34، ثم بعد ذلك سجي فيه. أنا هذا الكلام سجلته في كتبي، شهادة سجلتها مع صديقي كواتي مسعود مع قنانش. قلت له متى بدأت تظهر هذه الراية بعد فرنسا في الجزائر؟ قال هذه الراية ظهرت لثاني مرة في التاريخ بعد موت أرزقي كحال من بني يعلى قبايلي، لكنه قبايلي مومن يحب الوطن وهذه القارة الجزائرية في القارة الإفريقية. حملوه وسجاوه في دار المناضل الكبير ببلكور أحمد بودة الذي مات ساجدا، مات ساجدا ولم يمت مخمورا بالويسكي. ثم حملوه من دار أحمد بودة المناضل الكبير إلى جنزات وبني يعلى، وهناك دفن في مشهد لم تعرفه الجزائر أبدا. الآن بعد 34 وبعد أرزقي كحال الممثل الوحيد لحزب الشعب بعد نفي مصالح الحاج، سيظهر أو ستتكون لجنة راقية ومتميزة من مصطفاي، وهو قبايلي يكذرك ولات قبايلي وعربي وشاوي ومزابي، وأنا خاطيني هذه الأشياء في الحقيقة، ولكن ورطونا في تسطيح التاريخ وتسطيح هذا المجتمع الراقي المتميز. لأنه الإنسان أصبح يصدم عندما ولات خلاص، ولات كارثة، ولات مأساة، مأساة حقيقية. إذا شوف دكتور مصطفاي ربي يرحمه، وهذا معروف، سيت ميدسان، وكان ممثل جبهة التحرير في المغرب،
وكان معاه واحد لم يلقى الكرامة من أهله، هو الأستاذ الشاذلي المكي، اسمعها جيدا، هذه للمرة الثانية نقولها، وهو الشخص الوحيد الذي دخل مؤتمر باندونغ بعيدا عن كذب الكذابين. لا آية أحمد ولا محمد يزيد دخلوا قاعة المؤتمر، خذها مني كمؤرخ، لأنه الكذب راه كثير، وكلما كثر ترددت الكذبة كما يقول جوبلز صدقها حتى صانعها. ثم بعد ذلك الشخص الثالث واحد يقول له عمراني من عنابة، كان وزير لفترة قصيرة جدا في حكومة من حكومات الجزائر. والمكان الذي صنع فيه هذا الدرابو اللي هو الدرابو الحالي تاع الجزائر هو في لو كاسبا، في محل للشاعر الجزائري الكبير صاحب قسما وما أدرك ما قسما، مفدي زكريا. وكان أول ظهور بهذا الشكل هذا الحالي اللي هو الأبيض والأخضر والنجمة والهلال، وعندها معاني راقية. لا أنا ماذا بيا نقوله لك باش ما يكذبوش علينا. الأخضر شوف هي الأنشودة الراقية اللي غناها فريد الأطرش، وأنا بالمناسبة لا أقول بحلية سماع الغناء، نقول لك تونس الخضراء، الجزائر البيضاء، ومراكش الحمراء. هذا كعلم تاع المغرب العربي يا الشيخ، وهو الآن الدرابو تاع 10 مليون من شهداء الجزائر. إذا شادي المكي، عمراني، ومصطفاي هم الذين أسسوا وكونوا بعدما جلبوا معهم كل الرايات من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى العهد العثماني، إلى راية أحمد باي، إلى راية الأمير عبد القادر، إلى حتى رايات الزوايا التي يتشدق بها الناس. وكان له أول ظهور في 1 ماي 45 في شارع العربي بن مهيدي، وكان أول شهيد، اسمع جيدا، هو بالحفاف وليد أخت بن يوسف بن خدة. أنت شفت بلي في الحراك مات الولد ولا لا؟ صحيح. وشفت بلي في ثورة في 1 ماي 45 يموت ولد أخته، شكون اللي قتلوا؟ وما جات لاستال تاعو موجودة إلى اليوم في الأوتيل هذاك اللي ما يقولوا ساكنين فيه الجنون، عافانا الله وإياكم. ضربة إندام الكرابين من البالكون نتاع شارع العربي بن هيدي اللي هو هذا في الفتح ماي، هذه في الفتح ماي 45 مساء، فاتح ماي 45 ثلاثاء أو سبت مساء 1 ماي 45. أما الشهيد الثاني هو سطيفي بوزيد سعال، والشهيد الثالث اللي حمل الراية من قالما اللي هو سي عبدات، هذا نتاعك سي حملاوي سيدة حملاوي. معليش سنواصل الحديث، لكن قبل الراية هذيك باش تكون في الصورة موجودة في 62 في تزي وزو، في بجاية، في تبسة، في قالمة، في عنابة، في تندوف، في أقصى الدنيا، في أقصى نقطة ترى من توفي فيها شهيد في هذيك الفترة. وكانوا النساء اسمح مليح، النساء يخبوه في عبونهم لقداسة هذه الراية. وأنا نقول لك في 2009 يوم شتمنا إخواننا الذين جاروا علينا كما قال الإمام علي، إخواننا جاروا علينا، يقول لي وزير كبير جدا لا أذكر هذه الدولة، يقول لي وعلاش على جال شليقة بينكم وبين إخوانكم تدوسوا؟ قلت له لا، إذا كانت تعتبر الدرب تاع بلادك شليقة، احنا الشليقة هذه ماتوا عليها 10 ملايين. إنه بعض الدول لا تجرم إهانة أو تدويس أي العالم الوطني. شوف روح لفرنسا وارفع الولايات المتحدة الأمريكية ارفع راية راية تاع الجوادلوب، ارفع راية تاع الجوادلوب، واش يديروا لك؟